ايه رأيكم في فكرة جديدة وسهلة لعمل الحواوشي؟ وهنعملها برضو في صينية وتطلع معانا بالجمال ده زي الكفتة بالظبط. النهاردة هنعمل حواوشي بصدور الفراخ بطريقة خفيفة وطعم رهيب. مش بس كده، لا كمان هنعمله في صينية بالفرن عشان يكون اسهل واسرع. وكمان عندنا طرق تانية مختلفة ممكن تعمليها بكام طريقة تانية مختلفة. لو زهقت من الاكل التقليدي يلا بينا نبدأ نقطع صدور الفراخ. جبت 4 صدور فراخ وقطعتها مكعبات. قطعيها كده شرايح وبعد كده قطعيها مكعبات صغيرة عشان ما تهلكش الكبة معاكي. وهنجيب الكبة ونبدأ ننزل فيها الفراخ وفرميها جامد، خليها ناعمة معاكي قوي على قد ما تقدري. نعميها ونزلي فيها في قلب طبق واسع كبير. هكون معاكي انا حطيت على ربع كيلو برغل، حطيت عليه مية سخنة ويتنقع لمدة ربع ساعة كويسة. وجبت بطاطسيتين كبار وبشرتهم وعصرتهم كويس من المية. عليهم 4 بصلات وقرنين كبار من الفلفل، مع واحد بارد مع واحد حامي، مع قرن فلفل حامي، يعني قرنين باردين وواحد حامي. واضربيهم كويس في قلب الكبة. حط البصل مع البطاطس، حطيهم كلهم مع بعضهم واضربيهم كويس في قلب الكبة. هنحط معلقة كمون ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح، نص معلقة كركم ومعلقة كبيرة بابريكا ومعلقة كبيرة توابل فراخ. وابدأي قلبي معاكي. هنصفي الفول الصويا اللي معانا اللي نقعناه ربع ساعة، صفيه كويس وروحي حطاه في الكبة وحط عليه بطين وابدأي اضربيه لغاية ما ينعم معاكي. خليه يبقى ناعم قوي قوي نفس نعومية الصدور الفراخ وهتدلقيها عليها. اتأكدي ان هو ناعم معاكي لاني هو بيبقى محتحت كده، بس انا نقعته كويس وصفيته وهو ناعم معانا كويس. هننزل بقى على الخليط. الخليط هيبقى معانا ناعم وطري. ابدأ قلبيها كويس وحطها في الفريزر قيمة ساعة كده، يعني لمدة ساعة او لمدة ساعتين. هتجيبي صينية واسعة وتدهنيها كويس بالزيت وتنزلي عليها بكمية حلوة من الخلطة اللي انت عاملاها وافرديها، متخليهاش لا تخينة ولا رقيقة. وتبقي مولعة الفرن، مولعة مع الفرن من تحت الشواية. وهنبدأ نقطعها زي ما انت شايفة كده، اعمليها قريبة من صوابع الكفتة. عايزة تعملي فيها اي شغل اعملي، عايزة تسيبها زي ما هي كده سيبيها. انا فضلت اشرشط فيها كده عشان تديكي نفس شكل صوابع الكفتة، بس مش باينة برضو في الاخر. عملنا العيش وفتحناه وهنبدأ نحط في قلبه العجينة واخدميه كده في قلب العجينة، يعني حطي كمية كبيرة وكمية حلوة. جربيه بالطريقة دي، احلى حواوشي انا اكلته في حياتي حقيقي. في الحواوشي احلى من الصينية بكتير. فهو العجينة دي جميلة في الحواوشي وحلوة برضو في الصينية، بس الحواوشي احلى. العيش مديها نكهة تانية وطعم تاني. فلو هتعمليها اعمليها كلها حواوشي، يعني ايه استغني عن حتة الصينية دي. هنحط بقى الحاجة اللي هنعمل عليها نسوي عليها الحواوشي. صينية اي حاجة عندك عصيها زيت وابدأي عصي زيت العيش من قدام من ناحيتين وابدأي قلبي وهتشمي احلى ريحة وانت بتسوي. ريحته جميلة جدا وانت بتسوي، الشكل والطعم والريحة حاجة جنان. لو عندك جبنة موتزاريلا حطي عليها جبنة موتزاريلا، هتودي الطعم برضو في حتة تانية خالص وهتخلي طعمه احلى واجمل. لو جربتيه بالطريقة دي هتحبي تعملي الحواوشي بصدور الفراخ اكتر من اللحمة. احنا حبيناه كتير عن طريقة اللحمة، احلى واطعم واجمل. هنبدأ بقى نطلعها. طلعت معانا من الفرن اهيت. هنبدأ نطلع كفتة الفراخ معانا، طلعة جميلة قوي قوي وشكلها تحفة وطعمها حلو. شايفين الجمال؟ الحواوشي بصدور الفراخ طلع معانا مظبوط ومقرمش من بره وناعم ولذيذ من جوه. جربوا بالطريقتين وقولوا في التعليقات اي طريقة عجبتكم.
ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. ولو لسه ما اشتركتوش اشوفكم في وصفة جديدة من مطبخ هدى.